باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. واحنا بنختم سر القوة اللي أخدنا منه نماذج كتيرة من الكتاب المقدس، عاوز أتكلم النهاردة عن سر قوة القديسين أولاد الله. قوة أنطونيوس اللي مشي في الصحراء لوحده لغاية لما وصل للمكان اللي اتعمل فيه الدير بعد كده. قوة كل ولد من ولاد ربنا وكل أسقف وكل راهب وكل خادم اتحط في موقف صعب قوي وشوفنا فيه قوة عجيبة قوي. تعالوا نخش في الموضوع ونقول كده إن سر قوة كل أولاد ربنا هي درجة إيمانهم بقدرة الله. ربنا المدبر، ربنا القوي اللي يخلي أي إنسان مهما كان في الأزمة يقول كله للخير. قوة الإيمان تخلي الإنسان ما يخافش. عايز أحكي لكم على حكاية حصلت مع قداسة البابا شنودة الثالث في أحد الأحاديث. مذيعة بتسأله بتقوله الضغوط اللي انت فيها والمشاكل اللي انت بتقابلها مش بتخليك في يوم من الأيام تقلق أو تضغط؟ مشاكل وملف اللقبات معقد جدا، أحوال شخصية، بنى كنايس، مشاكل في المهجر، تصادمات يمكن مع الدولة. طيب انت بتقابل كل ده ازاي؟ فرد عليها قداسة البابا وقال لها لو انا اتوترت او حسيت بالقلق او حسيت بالخوف انا كده بهين الله. تعبير صعب قوي. اعتبر ان اي انسان مؤمن بربنا ايمان حقيقي مش ممكن يخاف ولا يقلق ويبقى شخصية قوية. ليه؟ لانه لو معتمد على الله مش هيخاف، وخوفه معناها ان ربنا مش شايف شغله وبالتالي انا ما اقدرش اهين الله. مواقف قداسة البابا كانت كتيرة قوي قوي، وقبليه البابا كيرلس برضو وقف في مواقف التاريخ يحكي لنا عنها كتير مش مجالها هنا، واللي قبله. بس انا هختم بموقف حصل مع قداسة البابا شنودة الثالث في معرض الكتاب اللي كان بيحصل كل سنة في مارس. كان بيستضيف في أحد الندوات قداسة البابا، فطلع واحد وسأل البابا شنودة وقال له لماذا يلجأ الأقباط لطرق غير رسمية لبناء الكنائس؟ فالبابا الحقيقة رد يبين لك قد إيه إنه مسنود على ربنا وسر قوته هي إيمانه بالله. قال كده، قال ادوني طريق واحد شرعي يقدر الأقباط يبنوا بيه الكنائس بتاعتهم، لأن في كل كنيسة عندنا عدد من الموافقات لعدد من الهيئات كتيرة قوي، لازم شرط منهم لا ينطبق على بناء الكنيسة. كان في منتهى القوة، والأقباط الحقيقة سقفوا قوي عشان حسوا قد ايه الراجل ده مسنود. سر قوة القديسين هو إيمانهم بأبوهم السماوي. يا ريت أنا وإنت كده نرمي الهم وما نخافش من بكرة ونقول بكرة في إيد المسيح. صباح الخير.